يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث ده بينطبق على علاقات كتير في حياتنا، لكن أقصد هنا العلاقة الزوجية. من المتعارف عليه إن العلاقة بتتبني على التفاهم والمساعدة، ولكن ما ينفعش يبقى فيه دايما طرف بيطلب الاهتمام وهو أصلا نفس الطرف ده ما بيديش اهتمام. إزاي أنت بتطلب حاجة حاببها لنفسك وأنت أصلا مش مديها لغيرك؟ الاحترام والتقدير، لازم نكون إحنا الاتنين بنهتم بآراء بعض وبنحترمها. لازم نقدر مجهود بعض حتى لو كانت المحاولات دي كانت فاشلة. حاول يساعدك في البيت بوظ حاجة، معلش حصل خير، نحاول نلم الدنيا ونقول الحمد لله وشكرا انك انت كنت حاولت تساعدني. المشاركة في القرارات، ما ينفعش يبقى في حاجة اسمها امر واقع ما بيننا. احنا هننقل المكان ده وهنعيش فيه بس هو مش متناسب معايا، مش مهم، المهم انك انت هتيجي معايا. مفيش حاجة اسمها كده. انا هدخل ابني المدرسة دي بس عشان هي عجباني، طب هي مش عجباني، لا، هو ده امر واقع. مفيش حاجه ما بين اتنين متجوزين اسمها امر واقع. لازم المكان اللي هنعيش فيه، لازم دراسه ولادنا نكون احنا الاتنين متفقين عليها وفي كل حاجه في حياتنا. وطبعا الدعم النفسي والمعنوي، ما ينفعش احنا الاتنين نكون مهلوكين كده في الحياه وشغالين زي المكنه. لازم من كل وقت للتاني يكون في كلمه حلوه، كلمه طيبه، او حتى هديه بسيطه. وبكده تكونوا عرفتوا ان